السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ صباح الخير. انا النهارده جاي اتكلم على مهاجم افريقي بيلعب في الدوري النرويجي. بتمنى ان اداره الاهلي يعني تعمل ليه متابعه وتقدر تتعاقد معاه في شهر يناير. اللاعب اسمه أليستين كوماس، هو لاعب انجولي برتغالي. هو مواليد البرتغال، عنده 26 سنة، طوله 188 سنتي. والقيمة التسويقية ليه حوالي 600 ألف يورو. المهاجم زي ما احنا شايفين في الفيديو مهاجم قوي جدا. البروفايل بتاعه زي فيستون مايلي لاعب بيراميدز، وبرضه قوي جدا وطويل وبيلعب بضربات الرأس. اللاعب أصلا حتى الآن لعب في الدوري النرويجي حوالي، ويعني لعب مع النادي النرويجي بتاعه نادي ترومس النرويجي 27 مباراة، أحرز 15 هدف وصنع 6. وده معدل جيد جدا ان هو خلال 27 مباراة ساهم في حوالي 21 هدف، فده معدل جدا كويس جدا على القيمة التسويقية دي. اللاعب بدأ في البرتغال، مواليد البرتغال، ولعب في أندية صغيرة جدا وأكاديميات لحد ما لفت نادي سويدي اسمه نادي براغا، بيلعب في الدرجة الثانية. النادي ده لعب معاهم حوالي 60 مباراة، أحرز 26 هدف وصنع حوالي 6 أهداف. ومن النادي ده انتقل لنادي ترومس النرويجي في بداية السنة، في بداية 2025، وبقاله معاهم حوالي 10 شهور بقيمة حوالي 200 ألف يورو. وعقده ينتهي مع نادي ترومس النرويجي في 2027، 1/12/2027، يعني فاضله بالظبط سنتين. فأنا شايف القيمة التسويقية بتاعته قوية جدا، وأتمنى من الأهلي متابعته. شكرا جدا ليكم، السلام عليكم.